سميتها جزيرة النكور، و لي زيسبانيول كيعيطوا ليها بينيون ديال حسيمة. استعمروا لي زيسبانيول في القرن 16 إلى حد الآن هما هنايا. فواحد الوقت هاد الجزيرة كانت تحبس نهار كان الاستعمار ديال اسبانيا. إلا شدو شي مجاهد كيجيبوه كيديرو هنايا في الحبس. دابا ما بقاتش حبس فيها باز ميليتير القشله ديال العسكر، فيها شي 20 30 بهم، وداك العسكر كيبدلوهم كل 3 شهور، حيت جزيره صغيره ما يقدروش يصبروا هناك حتى من 3 شهور. الماء والماكله كتجي لهم من سبته ومن ليليه، كتجي هليكوبتير 2 مرات في السيمانه. الضوء عندهم الضوء ديالهم، غير ما عطوش لهم الضوء، عندهم مواطن بهم خدامين الضوء. ولا هاد الحجره الصغيره واحد الجزيره فيها واحد الكنيسه سميتها ان شابيل، الداخل ديالها فيها شي 10 القبور ديال لي زيسبانيول. هذا عام اللي داز حيدوهم داوهم لاسبانيا. على اليسار هاد الجبل اللي كبير على اليسار عليه الضباب، هادي هي تمسامان. مور داك الجبل تما وقعت معركة انوال، ولتحت داك الجبل فين كاينه ديك الغابة في الاخر لا بلاص سميتو الحرش تبع تمسامان. وهاديك الغابة اللي فوق منها شوية ديال بلاص السواني. السواني هنايا دار اول مرة في المغرب كلوب ميت في 1960 2000. دابا ما بقاش تنتقلوا لاكادير. عسكرية